هنتكلم النهاردة عن واحد من أهم العيوب المعمارية، وهو الممرات الطويلة في المنازل وطرق معالجتها بخطوات بسيطة علشان نتخلص من الشعور بطول الممر أو ضيقه. لو أول مرة بتتابعني، أنا مصممة الديكور رباب محمد، ودي قناتي قناة أنا مصمم اللي بنتكلم فيها عن التصميم الداخلي وأسراره. لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة. الممر المفروض عرضه لا يقل عن 1.20 متر، بس كل ما زاد طوله زاد الشعور بضيق الممر، وده طبعا بيعتبر من أهم العيوب المعمارية اللي لازم نوظف فيها عناصر التصميم الداخلي المختلفة علشان نتجنب الشعور بضيق الممر أو طوله. تعالوا نتعرف إزاي نوظف العناصر دي في خطوات بسيطة وسهلة. أول عنصر هو التعديل المعماري. إذا كنا في مرحلة تسمح لنا بعمل تعديل معماري، نضم جزء من الممر لجزء من أجزاء المنزل أو نفتح جزء منه على منطقة الاستقبال مثلا، ده هيكون أمر جيد جدا وهيؤدي بالتبعية إلى قصر الممر. لكن لازم ناخد في الاعتبار إن التعديل ده ما يضرش أبدا بأي جزء تاني في المنزل. زي إيه؟ زي إنه يكشف غرف النوم أو الحمامات الخاصة بأهل المنزل لمنطقة الاستقبال. تاني عنصر من عناصر التصميم الداخلي اللي ممكن نستخدمه علشان نتجنب الشعور بضيق الممر أو طوله هو عنصر الإضاءة. استخدام الإضاءة كعنصر من عناصر التصميم الداخلي وتوزيعها سواء إضاءة مباشرة أو غير مباشرة بشكل سليم في الممر عليه عامل كبير جدا في الشعور باتساع الممر. من أفضل الخيارات في توزيع الإضاءة الغير مباشرة هو عمل بيت نور في اتجاه الضلعين الأطول للممر، وتحديدا بين السقف والحائط. وجود إضاءة غير مباشرة في المكان ده هتدي شعور بالاتساع، وعلى العكس عمل بيوت نور على شكل بانو أو عمل بيوت نور طولية أو بانوهات في السقف هتزيد من الشعور بضيق الممر وطوله. كمان عمل إضاءة أرضية بتدي اتساع كبير جدا للممر. كمان اختيار السبوت لايت هيكون هو الاختيار الأنسب للإضاءة المباشرة في المكان، وخاصة إنه في حال وجود سقف ساقط بيسمح بتركيب السبوت لايت. كمان توزيع السبوت لايت لازم تكون كافية في الممر، ما نزودش في المسافة ما بين التو سبوتس أكتر من 1.25 متر. الإضاءة القوية في الممرات هتدي شعور بالاتساع، وده هيكون الاختيار الأفضل من الوحدات المعلقة في السقف، لأنه هنضطر نكرر الوحدة أكتر من مرة في السقف، وده هيدينا شعور بطول الممر أكتر. السقف هو عنصر من عناصر التصميم الداخلي اللي ممكن أستخدمها علشان أتخلص من طول الممر أو ضيقه. في حالة عمل تصميم للسقف يفضل أنه يكون خطوطه عرضية متعامدة على الجانبين الأطول للممر، أو تكون الخطوط عشوائية. إنما أبدا ما استخدمش الخطوط الطولية. دايما الخطوط الطولية في الممر سواء في السقف أو في الحائط أو في الأرض هتديني شعور بطول الممر أكتر، وهتأكد على الأمر ده. الحوائط في أكتر من طريقة لمعالجة الحوائط تخلينا نتجنب الشعور بطول الممر أو ضيقه. زي إيه؟ زي استخدام المراية. استخدام المراية من أفضل الخيارات اللي ممكن نستخدمها في الممرات علشان ما نحسش بدقة. بس إزاي نعمل كده؟ من أفضل الطرق إن احنا نحطها على جانب واحد، أو لو حطيناها مقابل بعضيها تكون بالتبادل، يعني ما يكونوش قدام بعض، علشان ده تكرار الانعكاس هيضايق وهيعمل مزاولة. كمان مش من المناسب ابدا ان استخدم المرايه في نهايه الممر، لانه ده هيحسسني بطول الممر اكتر، لانه غير الطول اللي انا شايفاه قدامي، انا هبقى شايفه كمان الممر ورايا، فده هيحسسني بالطول اكتر. اختيار الالوان الفاتحه للحوائط هو الاختيار المناسب في الممرات الضيقه، بالذات لما يكون في تدريج لوني لطيف ما بين الحوائط والسقف والارض. كمان مش من المناسب ان انا استخدم الوول بيبر او ورق الحائط اللي فيه الكتير من الزخارف، لان ده هيديني احساس بالزحمه في المكان وهيأكد على ضيقه اكتر. اذا هستخدم الوول بيبر يا ريت استخدم الوول بيبر اللي النقشات فيه هاديه جدا، وكمان النقشه تكون قريبه قوي من الخلفيه بتاعتها. استخدام البانوهات هو اختيار مناسب جدا في الممرات، بس كمان لازم نشوف بالظبط ازاي اقسم البانوهات دي في طول الحوائط الموجوده، بحيث انها تكون نسبه معقوله، ما كررش البانو كتير فيبان بصوره مبالغ فيها. الاكسسوارات توزيع اللوحات بطريقه متناسقه بيدي بهجه للمكان وبيشد العين عن طول الممر.
كمان توزيع النباتات تحديدا نباتات الظل، ولو هستخدم النباتات الصناعية تكون اللي هي محاكاة للطبيعية. توزيعها في الممر برضو بيدي روح جميلة للممر، وبيخليني بيكسر حالة الملل اللي الواحد فيها وهو ماشي في مكان ضيق وطويل. من المناسب جدا استخدام الأعمال الفنية، بالذات لو حطينا عمل فني كبير في نهاية الممر، أو قطعة أساس فنية عليها فيز شيك قوي. دي برضو من الحاجات اللي بتجذب العين وبتاخدها شوية من ضيق الممر وطوله، وكمان ده بيكون كافي جدا لتحويل الممر لمكان أنيق وجذاب. واحنا بنختار قطع السجاد يستحسن ان احنا نختار قطع السجاد المناسبة للممر انها تكون على قطعتين او 3 حسب طول الممر، مش قطعة واحدة. قطعة واحدة هتأكد برضو على طول الممر، فلازم نتجنب الامر ده. كمان وانا بختار السجاد يفضل اختيار السجاد اللي خطوطه عرضية، اللي النقشات فيه بخطوط عرضية او نقشات عشوائية، من افضل الاختيارات، او السجاد السادة. وابعد تماما عن السجاد اللي خطوطه طولية وموازية للحائط الأطول في الممر. الأبواب يفضل اختيار الأبواب بألوان تكون فاتحة في الممرات الضيقة، وتكون فيها تدريج لوني بسيط جدا بينها وبين الحوائط. استخدام الأبواب الغامقة مش غلط أبدا، بس في الممرات الضيقة هيزيد الشعور بضيقها. يا رب تكون المعلومات اللي قدمتها لكم النهاردة واضحة وسهلة ومفيدة. نصيحتي ليكم النهاردة إن أي مشكلة أو أزمة بتمر علينا في حياتنا هي مجرد ممر ضيق إحنا اللي بنحدد طوله. إذا استسلمنا للمشكلة وكل الخطوات اللي خدناها، إن إحنا قعدنا نشتكي ويئسنا وشفنا إنه مفيش طريقة للخروج من المشكلة دي، هيطول الممر علينا جدا، ولا قدر الله احتمال ما نعرفش نخرج منه. أما إذا واجهنا المشكلة وواجهنا نفسنا وشفنا الطرق السليمة للخروج من المشكلة دي، حتى لو بأقل الخسائر، هيكون ممر صحيح عدينا فيه ضيق، بس هيكون أقصر ما يكون. علشان كده بقول لكم انتوا اللي تقدروا تحددوا طول الممر ده. إذا عندكم أي استفسار اكتبوا لي في الكومنت، وهكون أكيد في انتظاركم وجاهزة للرد على استفساراتكم. وزي ما أنا مصمم، خليك أنت كمان مصمم. أشوفكم الحلقة الجاية.